وضوح الشمس ان هناك نيه لتغيير النظام العالمي القائم على القطبيه الواحده المسيطر عليه او المسيطره عليه الولايات المتحده الامريكيه، والتوجه الى نظام عالمي قائم على تعدد الاقطاب. وبالتالي اعتقد انه ما يحدث في غزه وما يدور في غزه وما يدور في البحر الاحمر وما يدور في منطقه الشرق الاوسط ليس ببعيد عما يحدث في من تشكيل مجلس اداره العالم الجديد. وده اللي بتبينه بعض حتى التحركات اللي موجوده، سواء كان من قبل روسيا الان بتدعو الفصائل الفلسطينيه الى الاجتماع يوم 26 في القادم لموسكو، وايضا من خلال تحدث الولايات المتحده الامريكيه مع الصين عن فكره احتواء المنافسه وفكره يعني التعامل مع الديون في منطقه الشرق الاوسط وفي القاره الافريقيه، لانه بالفعل هناك نفوذ صيني كبير جدا في افريقيا وفي هذه المنطقه، وده يقلق بشكل كبير جدا الولايات المتحده الامريكيه. ايضا هناك نفوذ كبير جدا لروسيا رغم حربها مع اوكرانيا ايضا في هذه المنطقه، واحنا شفنا حتى تجمع بريكس، شفنا تواجد الروس في القاره الافريقيه وما حدث في النيجر وما حدث في مالي وما حدث في بوركينا فاسو. كل هذه الامور تنذر بالفعل ان هناك تخوفات كبيره جدا من الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي ما يدور في غزه وما يدور في ارض فلسطين ليس ببعيد عن ما يحدث في تشكيل مجلس اداره العالم الجديد القائم على فكره تعدد القطبيه.